استوديو مع الزملاء محمد العولقي. اليوم مباراة شيقة فيها ندية، فيها إثارة، فيها متعة، فيها لمسات، فيها أهداف، فيها فصل وهنا اليمني، ولكن الزريقي يتفوق على شلبانة، والزريقي يتفوق كثيرا في مباراة اليوم. الجرشي عبد المعين من انطلقت المباراة وصفرت الحكم، والشوط الثاني شوط أول تركناه بزعامة نادي الزعيم والسلام جونيور اتجاه الجيراني، لكن تتخلص من عبد المعين صاحب الهدف الأوروبي، صاحب يتابع الكرة لحظة بلحظة، وعصام الورافي، لكن معاه الجرشي يحاول يتقدم، يحاول يصرع، ممكن يلعب، ممكن يسدد، يا الله تسديدة من عبد المعين الجرشي، وكأنه يقول سأسجل الثنائية ثالث في دورة الشباب لبطولة أفريقيا. والآن الكرة والمحاولة لمصلحة نادي الإفك أنك تتخلص من الأصبحي. هشام ممكن يخرج هشام الأصبحي، هكذا تحليلات على إعطاء الفرصة للاعبين الآخرين. والكرة والآن المتعلق، يا الله الثعبان الله، ربما اللياقة البدنية خلاص. الزعيم مسيطر، الزعيم يلعب الكرة بين الأقدام، وطارق المشرقي وهيثم الأصبحي، عبد المعين الجرشي. هذا يا سلام عليك والله. اليوم وعملت الكثير، وكأنك تدوس الملعب من الطرف الأيمن إلى الأيسر، وكأنك المالك جعلوس إلى الجرشي. عبد المعين يا ولد، العبيدي يا ولدين، يا سلام عليك. ما زالت الكرة هذه خطيرة، الجرشي ما زال يتقدم، يا الله الخامس من العبيدي. فاز على نادي الإفتي هنا ب6 أهداف مقابل 3، ولكن اليوم 5 أهداف مقابل هدف. فإذا محمد العبيدي دخل في الشوط الثاني حوالي 3 دقائق فقط من دخوله، بعد ذلك خرج الهداف الجرشي عن طريق الضربة الركنية داخل منطقة الجزاء. كانت في الأقدام سالم عوض في الشوط الثاني لم يختبر نهائيا، ومع عبد المعين الجرشي بعد ذلك هذا اللاعب عبد المعين لم يوقفه اي لاعب الا بعد ذلك بالخطأ. عدنان عضلات يرتكب الخطأ، هذا اللاعب الذي يظهر امامنا عدنان عضلات، والحاكم يطمئن على سلامة عبد المعين الجرشي. وهذا هو وليد الدلالي يتكلم مع نفسه ويكلم العارضة. هنا اليأس من اللاعب محمد العماري، هنا خالد العرومي. خلاص يا شباب، هذه هي الإعادة والتدخل غير القانوني والوقوف الخاطئ لعطران عضلات، بعد ذلك الضربة الحرة لمصلحة عبد المعين الجرشي الذي ارتكب عليه الخطأ في اللقطة الماضية. يلعبها داخل مكاني، هل سيكيل؟ ولكن الكيلان لم يأتي، وعصام الورافي يحاول يتقدم، يحاول يعدي، لكن قلت لك يا عصام، قلت لك معاك اللاعب عصام الورافي، لكن يخلصها عبد المعين الجرشي. هشام الأصبحي، عبد المعين الجرشي، هدف مقابل هدف. الكده يلعب الكرة